الفطير المشلتت بدون فرد بطريقة جديدة هيطلع معاكي مورق، وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل واسهل الطرق لعمل الفطير. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا كوباية مية من الحنفية عادية، هضيف عليها معلقتين من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب كويس علشان السكر بتاعنا يدوب. وبعدين هنحط كمية الدقيق بتاعنا. كمية الدقيق بتاعتنا كيلو من الدقيق، نخلته كويس وبعدين ضفته على المية وهنبتدي بقى نعجن. واثناء ما احنا بنعجن هنضيف المية شوية بشوية علشان العجينة بتاعتنا تطلع مظبوطة، وهنفضل نعجن مش اقل من 7 دقايق علشان تاخدي افضل نتيجة للفطير. لازم تعجنيه كويس جدا علشان يبقى ليه عرق ويطلع معاكي نتيجته مظبوطة وجميل جدا. هيبقى بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة وتبقى يعني لينة مش ناشفة علشان يدينا نتيجة كويسة. انا قطعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ودهنته كده زيت علشان ما ينشفش معانا، وهنسيبه يرتاح مش اقل من نص ساعة علشان تاخدي فطير مشلتت بطريقة جميلة وطري ويتفرد معاكي بسهولة. لازم تريحيه، تغطيه كده وتريحيه نص ساعة وبعدين نرجع نفرده مع بعض. كمية السمنة بتاعتنا دي سمنة وعليها معلقتين من الزيت، وممكن تضيفي زبدة بس لازم تحطي معلقتين من الزيت علشان الفطير بتاعك يطلع بيلمع ومورق. جبنا اول واحدة معانا اهي وفردتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لما بيكون العجينة بتاعتك مرتاحة هتتفرد معاكي بكل سهولة. وانتي بتفردي كده لو لقيتيها بتلم معاكي ممكن تسيبيها 5 دقايق وترجعي لها تاني، هتلاقيها بتتفرد معاكي بسهولة جدا جدا، نفس زي ما حضراتكم شايفين كده. هنفرد وهنجيب بقى كمية السمنة بتاعتنا، هنحط كده زي ما حضراتكم شايفين كمية مش كتيرة قوي ومش قليلة برضو، وهنضيف بقى على بعض كده. ولازم الفطاير بتاعتنا تبقى قد بعض علشان لما نيجي نفردهم يتفردوا معانا بسهولة. هنعمل نفس الطريقة بالظبط. هفرد وبعد كده هندهن سمنة زي ما حضراتكم شايفين دهنة كده من السمنة، وبعدين هنحط الفطيرة التانية اللي انا فردتها واحاول افردهم كده بالشكل ده حسب بقى ما انتوا عايزين. يعني ممكن تعمليهم 5 فطاير، ممكن تعمليهم 4. انا علشان مقطعاه قطعة كبيرة هعملهم 4. يعني هيطلع معايا كيلو الفطير، كيلو الدقيق هيعمل فطيرتين هيبقوا حلوين جدا وبحجم وسط مش هيكونوا صغيرين. هنضيف بتاع السمنة بتاعتنا بالشكل ده، وهنحط بقى باقي الفطير وهنبتدي بقى نفرد مع بعض. هنبتدي نفرد بالراحة كده علشان الطبقات كلها تبقى قد بعض ومفيش حاجة تخرج منهم. نحاول كده نسويهم يبقوا قد بعض ونبتدي نفرد. لو الفطيرة بتاعتك لقيتيها مش بتتفرد معاكي بسهولة برضو سيبيها 2-3 ترتاح وبعد كده بقى ترجعي تفرديها. كل ما الفطير بتاعنا يرتاح هيديكي احلى واجمل طريقة للفطير، هتطلع النتيجة بتاعته حلوة جدا. هو اهم حاجة بس ان حضراتكم تريحوه علشان يديكي نتيجة حلوة ويتفرد معاكي بسهولة. هبتدي افرد كده، هسيبها ترتاح 2-3 وبعد كده بقى ارجع افردها تاني. هتتفرد معايا بكل سهولة. هفرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هسيبها بس ترتاح 2 لان هي مش بتتفرد كويس، محتاجة ان هي ترتاح كويس. وبعد كده هرجع افردها، هتتفرد معايا بسهولة جدا جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا بس بسويها بحيث ان الطبقات ما تخرجش من بعض. هرجع بقى افردها، اتفردت معايا بسهولة زي ما حضراتكم شايفين. سبتها ارتاحت 5 دقايق ورجعت تاني افردها بقت بتتفرد معايا بسهولة. بس انا بفرد بالراحة جدا علشان الطبقات كلها تتفرد مع بعض وما تخرجش مني.
هنفرد بقى حسب ما حضراتكم عايزين، يعني اول ما تلاقوها اتفردت وبقت رقيقة معاكم بالشكل ده كده احنا خلاص خلصنا. بصوا الفطيرة بتاعتنا اتفردت بكل سهولة من غير نشابة ومن غير تعب ومن غير توريق، بدون اي تعب خالص. عملنا مع بعض الفطير المشلتت بكل سهولة. خلاص كده الفطيرة بتاعتنا اول ما تبتدي تلاقيها كبرت معاكي واتفردت كده بقى، حتى لو اتقطعت اثناء ما انتي بتفرديها عادي، اهم حاجة ان هي تتفرد معاكي كويس علشان تطلع الطبقات بتاعتها رقيقة وتطلع مورقة وجميلة. هنبتدي بقى ندهنها دهنة حلوة جدا من السمنة، ولازم كل حتة في الفطيرة لازم تيجي عليها المادة الدهنية بتاعتنا علشان تطلع مورقة معانا وتطلع جميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نلفها رول، وعلى قد ما نقدر نخليه رفيع علشان يدينا طبقات حلوة ويطلع مورق. هنلف الفطيرة بتاعتنا رول كده. دي من احلى واجمل واسهل طرق للفطير المشلتت، طريقة سهلة جدا مش بتاخد معاكي وقت خالص، يعني في 5 دقايق بتكوني عاملة الفطيرة بتاعتك بكل سهولة من غير ما تستعملي النشابة ومن غير ما تفردي ولا تورقي ولا تتعبي نفسك. هشد كده وهبتدي اكمل بحيث ان الفطيرة بتاعتنا تطلع مورقة وخفيفة. كل ما الرول بتاعك يبقى رفيع هي هتطلع معاكي مورقة وخفيفة جدا من جوه. هعملها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، وهنبتدي بقى نلف الرول بتاعنا بالشكل ده. اول ما الفطير بتاعك العجين بتاعك بيرتاح بيتعمل معاكي بكل سهولة. هنلفه بالشكل ده، وهنجيب بقى الصينية بتاعتنا لازم تكون مدهونة كويس جدا من السمنة، يعني كمية سمنة حلوة كده بحيث ان الفطيرة بتاعتنا تطلع كده شاربة سمنة وتطلع وترفع في الفرن وتبقى جميلة وما تلزقش منك. هنحط بقى الفطيرة في الصينية وهسيبها ترتاح 5 دقايق. هغطيها كده بكيس واسيبها ترتاح 5 دقايق، وبعد كده بقى ارجع لها تاني وهفردها. هتلاقيها اتفردت معايا بكل سهولة، يعني بمجرد ما هنريحها ونرجع نفردها هتتفرد بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا فردتها كويس جدا زي ما شايفين، وشغلت النار بتاعتنا. لو الفرن بتاعتك بتشتغل فوق وتحت ياريت تشغليها فوق وتحت ودخليها، وبعد كده اول ما تاخد لون زي ما حضراتكم شايفين كده تروحي طافية عليها من فوق وتسيبيها بقى من تحت. بس لازم النار بتاعتك تبقى عالية، يعني تشغلي الفرن على اعلى درجة حرارة وتدخلي الفطير بتاعك في الرف اللي في النص، هتطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم التسوية بتاعتنا تكون حلوة وتستوي كويس جدا من تحت وتاخد اللون ده علشان تعرفي ان الفطير بتاعك استوى كويس. لازم يبقى واخد لون من تحت كويس. بصوا ما شاء الله هي سخنة، انا مش عارفة امسكها خالص، بس ما شاء الله جميلة جدا. قعدت معايا قد ايه في الفرن؟ قعدت بالظبط 12 دقيقة، يعني من 10 ل 12 دقيقة هتطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل واسهل الطرق للفطير المشلتت، حاجة كده روعة، جميل جدا جدا وسهل وبيطلع بالجمال. بصوا ما شاء الله مورق ازاي، خفيف ومورق جدا من جوه وطعمه روعة وحلو جدا وسهل. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. مع السلامة.